السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ من آخر فيديو كنا مع بعضينا، يا رب يكونوا في خير. النهاردة بقى كده أكلة جميلة، وصفة من وصفات آخر الشهر كده. وهي الملوخية الناشفة. الملوخية الناشفة فيه كتير جدا ما بيعرفوش يعملوها، أو لما بيعملوها بيلاقوا طعمها مش حلو زي الخضرة، ولكن هي احلى من الخضرة مليون مرة. بس اعمليها بنفس الوصفات اللي احنا ان شاء الله هنعملها بيها. عفوا يا جماعة. هنا عندي حبة زيت او حبة سمنة، زي ما انتي حابة تطبخي بايه. المادة الدهنية تحطيها، وهتحطي زي 5 فصوص توم كبار، يعني كتري التوم كده، ما تستبخليش في التوم، لان التوم هي اللي بتدي، اذا كان ملوخية بقى ناشفة ملوخية خضرة، هي اللي بتديها الشمخة الحلوة بتاعة الملوخية. فهتبتدي كده تصفر وتديني اللون البرتقاني كده الحلو. ما تخليهاش فاتحة، عشان لما الشوربة بتنزل عليها بتفتحها. خليها غامقة كده سيكة، اللون البرتقاني كده زي ما انت هتشوفيه. وما تخليهاش برضو غامقة قوي، ما تحرقهاش قوي عشان ما تمررش معاكي. تمام، في تكات كده لازم تلاحظيها، هي حاجة بسيطة بس هتفرق معاكي. تمام. بعد بقى ما تحمري التومة كده، ما تحطيش عليها الشوربة على طول، لا، لازم تبشري لها كده طماطمايه كبيره، هي دي بقى اللي بتدي طعامه لشوربه الملوخيه معاكي، وبتدي تسكيره حلوه قوي 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 للملوخيه الناشفه. وطبعا مش اول ما تحطيها كده تروحي ترش عليها الشوربه، لا. لازم تسبك قوي وتطلع السمنه بتاعتها. تمام. انت عندك بقى شوربه فراخ، شوربه لحم، ما عندكيش، انا عندي وما عنديش ده ولا ده. طبعا احنا اخر في الشهر وكده. ف هنعمل ايه؟ هنعمل بماجي. انا طبعا ما بنصحش بالماجي يا جماعه خالص، ولكن المضطر بقى يركب الصعب. ف واحنا في نفسنا في ملوخيه ناشفه جنب بطاطس محمره كده، الاكله دي جميله جدا. طبعا سلطه او بتنجان مخلل، او حتى ترانشات طماطم زي ما احنا عملناها ساده، او تعمليها بتومه وكمون وكده، اللي يريحك اعمليه، او المتوفر عندك. يعني احنا قلنا اخر الشهر بقى كده، بخليها بقى تتسبك وتطلع سمنتها بقى كده، هو تروح منزله عليها فصين الماجي. انت مش عايزاها بالماجي في الوقت دوت اللي انا بنزل فيه الماجي، تنزلي بيه الشوربه مغليه. يعني الشوربه تكون بتغلي، ما تنزلهاش بارده، وننزلي على الطشه بتاعتنا اللي هي بالثومه والطماطم. هنا كنت انا طبعا غاليه ميه مغليه علشان حاطه فصين ماجي. تمام. اول ما بتغلي كده عندي هي الملوخيه الناشفه. وطبعا الملوخيه الناشفه عندي هنا متنضفه وزي الفل، متغربله بالغربال الحرير عشان الرمله بتاعتها تنزل. وبعد كده متغربله بالمصفى اللي هي الاخرام دي، عشان طبعا لو فيها قش او اي حاجه غير الملوخيه تنزل منها، والقش والحاجات دي تفضل في المصفى بتاعتك. تمام. والغربال الحديد بينزل الرمله او الترابه الناعمه، وتفضل الملوخية في الغربال. تمام كده خلاص. بديها غلوة واحدة بس، ما بكترش في الغلي بتاعها. تمام. واطفي عليها كده. الملوخية بتاعتي جهزت، والعيش البلدي الجميل اهو بتاعنا معانا، وحمرنا حبة بطاطس. البطاطس الايام دي حلوة ومقرمشة وجميلة، بطاطس اللي هي الشيبسي حلوة قوي قوي قوي. يعني الفترة دي اللي عايز يعمل شيبسي يعمل منها. وطبعا قطعنا ترانشات طماطم. وكده كانت الملوخية الناشفة الصعيدي جاهزة معانا، لان طبعا الفلاحين بيبقى عندهم الملوخية الخضراء حلوة ومرعرعة كده وجميلة، ولكن في الصعيد